بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح السعادة والسكر الزيادة على حبايبي الحلوين وأحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير يا رب. إن شاء الله كده هنعمل بطاطا. يومنا النهاردة بطاطا كده جميلة جدا في الأيام البرد اللي احنا فيها دي، طبعا مغذية وبتدفي وحلوة قوي، وحلوة الأطفال كمان أكتر لأنها مغذية لهم جدا. واللي ما بيحبش البطاطا المشويه بقى يبدا يغير بقى في ايه في تسويه البطاطا بتاعته بقى بالشكل ده كده. هنجيب كيلو بطاطا، يعني شفتوا الجمال اللي احنا عملناه كده، هنوريكم بقى ايه الطريقه من اولها بقى. كيلو بطاطا نقشره كويس، نغسله كويس طبعا اول قوي 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 من الطينه اللي فيه، عشان بيبقى فيه طينه كتير كده، فلازم تتغسل كويس قوي تحت الحنفيه وتحت الميه الجاريه يعني. وبعدين نقشرها كده بسكينه او بمقشره، بس المقشره احسن عشان المقشره ما بتاخدش منها، ما بتاخدش من البطاطا كتير، بتبقى قشره رقيقه كده رقيقه كده. وبعدين نقطعها حلقات بالشكل ده كده، نفس الشكل ده كده. وبعد كده بقى ده كيلو، يعني كان ناقص واحده صغيره، بس هو كيلو بطاطا تبع الكميه اللي انت عاوزاها او تعمليها كده. تمام. نجيب بقى حله كده ونحطه فيها البطاطا اللي قطعناها دي، وبعدين نحط فيها معلقتين سكر. انا بحلي البطاطا وهي بتتسلق، ما تحل بعد كده مفيش بقى اي سكر خالص، تبع التحليه اللي انت عاوزه تقللي تكتري وبعدين كوبايه ميه، وبعدين نحطهم على النار هتتسلق. وبعد ما اتسلقت كده طلعت بالشكل ده كده وهي سخنه كده، يعني هي هرست نفسها اصلا. بعد كده تحطي عليها معلقه سمنه، ما تحطيش سكر خالص بقى، خلاص هي بتبقى معسله، مش بيقولوا يا معسله يا بطاطا، هي دي بقى البطاطا المعسله بتاعتنا بقى. بعد كده بقى حطي معلقه سمنه وحطيها في صينيه الفرن ده كده اهو كده. تمام. هنقولك بقى على الاضافات اللي هتحطيها وتخليها متكامله القيمه الغذائيه، اللي هي بقى هنحط كمان بس نص معلقه سمنه كده، عشان تبقى معلقه سمنه كبيره كده حلوه مليانه، عشان طبعا البطاطا بتحب السمنه البلدي وبتحب السكر وبتبقى حلوه، يعني الطعم فعلا بيخليها في حته تانية خالص كده. تمام. نجيب بقى هرسناها اهو، يعني هي اصلا أو اول ما بتتسلق بتتهرس لوحدها، تتهرى يعني ما بتستحملش انها بطاطا، يعني اسمها بطاطا رقيقه كده وحلو. تمام. كده بقى هنجيب باقي الاضافات اللي احنا هنحطها وتخليها حلوه قوي. كوبايه لبن، حطي ما تقلقيش، حطي كوبايه اللبن كلها وما تقلقيش. وابدا بقى قلبيها خالص لحد ما تشرب اللبن خالص خالص. اهي كده. تمام. هنبدا نحط بقى معلقه زبيب كده حلوه برضو مليانه، تقلبيها فيها كل ده في قلب البطاطا، في البطاطا المهروسه، وانت بتقلبيها لسه. وبعدين معلقه جوز هند مبشور، معلقه واحده، عشان احنا هنحط كمان معلقه فوق الوش، يبقى كله معلقتين جوز هند مبشور، ومعلقه سمنه كبيره، ومعلقه زبيب، وكوبايه لبن، وكيلو بطاطا. تمام. تمام. ابدأي بقى سويها كده وفرديها ووزعيها كده على الوش في الصينية قصدي. وبعد كده بقى نكمل بقية وصفتنا. بس هي بصراحة طريقة جميلة جدا ومغذية وحلوة، واللي ما بيحبهاش هيحبها بقى، لانها مش يعني البطاطا المشوية بقت تقيلة كده، يعني تغيير، في شوي البطاطا في الفرن بقى والكلام ده كله كده. تمام. نبدأ بقى حته سمنه، نص معلقه سمنه صغيره كده، وتوزعيها على الوش كده، بس عشان تدي وش حلو كده وقرمشه للبطاطا. وبعدين رشه جوز هند برضو معلقه، ورشه زبيب برضو كده بنفس الشكل ده كده. وبعد كده تمام كده هندخلها الفرن بقى، وشفتوها زي ما طلعت كده، وشفتوا الجمال اللي شفتوه في الاول كده. تمام. اهي طلعت من الفرن اهي، شايفين الشكل والجمال. بسبوسة، هي فعلا كانت زي البسبوسة في طعمها وفي شكلها كمان، شايفين اهي بسبوسة فعلا يعني. تمام كده. جربوها ان شاء الله تعجبكم وتعجب اطفالكم، وحلوة ومغذية وكاملة العناصر الغذائية فعلا، يعني لبن، جوز هند، زبيب، سمنة، بطاطا، حاجة يعني حاجة فيش بعد كده تحليه، واقتصادية على فكرة. بس كده.